استاذ كيفاش السعوديه المحاكمه بعد ما طلع الجلسه؟ هو المحاكمة كلمة كبيرة، ولكن اليوم شاهدنا بداية محاكمة. بداية المحاكمة فيما يخص هذه القضية هو أنه بعد مرحلة بعد مرحلة ديال التقديم قدمنا بالصلاح المؤقت، علنا على أساس أنه فعلا حزنا تنازل ديال أحد الجهات المشتكية، هي الجهة اللي نقدروا نسميوها الجهة اللي كنا سمعنا كاملين بأنه الجهة الأمازيغية، كان تنازل في المسطرة. بالنسبة لباقي الشكايات قدمنا بصلاح المؤقت، أحيل المتهم في حالة اعتقال على الجلسة، تقدمنا مجددا بطلب الصلاح المؤقت. بطبيعة الحال سندوا جوج الحوايج: خطورة الأفعال المنعدمة، الأمر يتعلق بالتواصل الفيسبوكي، وأنا أعتبرها في عمقها هي نوع من أنواع حرية التعبير. أنا مفترض أننا نتوسعوا في هذا الباب حرية التعبير بطبيعة الحال مع احترام الثوابت ومع احترام المؤسسات كل شيء. اليوم كنتظروا المآل ديال الملتمس العريض اللي هو ديال الصلاح المؤقت. أما القضية على مستوى الموضوع فقد أجلت، ديك الساعة غتكون المحاكمة اليوم 31/10. بطبيعة الحال كاين الدفاع ديالو، أنا واحد منهم فقط، وكاين الجهة المشتكية ممثلة في دفاعها. غنشوفوا النقاش القانوني بعد الاطلاع على المحضر رسميا غدا، لأن اليوم من تقديم الجلسة. التنازلات ديال الجمعيه الامازيغيه، التنازل وضع في مرحلة ديال التقديم ديال الجمعية الأمازيغية، وكنا كنتأملوا خير. حنا ما نقصوا من قيمة حتى شكاية، لكن باقي الشكايات كانت هو شكايات فردية، والاصل ديال الملف هو في الحقيقه هو تواصل فيسبوكي. الياس المالكي هذه خدمته في اطار التواصل مع المجتمع. ربما انا ما خصني نكذب، انا ثقافتي في هذا الباب شويه ضيقه، ثقافته تواصله مع العالم. الياس المالكي شخص انا قلت كما قلت في الجلسه نعاودها، انا لقيت ولادي في داري كيعرفوه. حظيه هذا المتهم كما قلت واحد الموقع قويل، حظيه هذا المتهم هذا السيد بتعاطف شعبي، والثابت هو الحضور المكتف ديال الناس اللي كيعرفوه والناس اللي كيبغيوه، وحتى انا نقدر نقولها حتى تعاطف دفاعي. بان لي بانه المحامين الحاضرين المكلفين المؤازرين درجه التضامن ديالهم مع الشخص قبل القضيه هي درجه مرتفعه، كتبان هادشي بالنسبه لنا. لحد الساعه خلال الاطلاع على التقديم، والتقديم مرحله بالنسبه لنا توجهيه، ربما كاينين ثلاثه، ولكن الامر سيصبح رسميا بعد تصوير المحضر غدا ان شاء الله. انا مستعد نجاوب على جميع الاسئله. التهم خصنا نطالعوا. الزميل اللي من هيئه الرباط قبيله كان مطلع اكثر مني على الاتهام، فاش قال الكلمه ديال بانه ربما كاينه متابعه ديال الكراهيه. واحد الشخص مازال ما دارش تنازل، التاثير ديالو على المطالبه بالصلاح المؤقت. الصلاح المؤقت قدمنا به، ربما القضيه نهار الخميس 31 ستكون جاهزه. الا ما قدمش الصراحه الا ما قدمش التنازل ديالو اكيد غيقدم الضد ديالها اللي هي المطالب المدنيه نهار الخميس، وكل واحد راه كيمثل زاويه معينه كيدافع عليها. نتوما كيفاش كتشوفوا التنازل ديال الاخوان الامازيغ والجمعيات الامازيغيه هذه الدعوه اللي هي الاصل؟ انا اثمنه، لان المغاربه حنا جسم واحد، هاد الدكاليه الامازيغي كل شيء حنا الحمد لله حنا نسيج واحد. وانا بالنسبه لي افرح لهذا التنازل يدل في عمقه على تثمين لحريه التعبير، على تقدير من المؤسسه من الجهه المشتكيه الامازيغيه ربما للشخص لطبيعته لتلقائيته. واتذكر كلمه قالها هو في التقديم، والتقديم ماشي مرحله سريه، كان قال واحد الكلمه زوينه، سئل شنو السبب قال لهم ما عنديش القصد، والقصد يحيلنا على مساله قانونيه ملزمه اللي هي الركن المعنوي. جريمه ما تقوم الا ما فيهاش القصد الجنائي اللي هو الركن المعنوي اللي هو التشكيل النفسي اللي هو الرغبه النفسيه في القيام بفعل. انا كنا كنعرفوا المالكي، انا عرفته من خلال هذا الملف والملف السابق، هو انسان بسيط على درجه من الوعي وذكاؤه حاد. وبالنسبه لنا حنايا شخصيا هذا رايي ماشي مرتبط بالملف، في الشخص مفخر يكون بحال هذا الشباب شديد التواصل مع المجتمع وشديد التاثير. ماذا قررت المحكمه؟ ننتظر جميعا هذا القرار. توقعاتكم قانون الزم هذا رايك الذي انا كنتشرف به، ولكن بالنسبه للقرارات القضائيه ليس من مهام الدفاع. نحن ملزمون كدفاع ببذل العنايه دون النتيجه. اتمنى بلاص ما نقول رايي، اتمنى انه يصادف قرار ديال المحكمه الصلاح المؤقت، والى اقتضى الحال امر غير ذلك تاكدوا بان الطعون لا زالت مستمره. من حق المحامي او المواطن بالاحرى ان يتقدم باستئناف الصلاح المؤقت المرفوض. طريق طويله، وبالنسبه لنا حنايا الياس المالكي
يفرح بمساله مهمه انا مامنين به كشخص، وكنعرفوا من خلال هذه المعاشره اللي تعاشرنا في الملفات، عرفنا الطينه ديالو، انسان تلقائي قوي. وبالنسبه لي انا سبحان الله انا ولا عزيز عليا هذاك السيد، عرفته في الملف الاولاني لقيته بانه بحالنا دوك اللي كيشبه لكاع الناس، دوك اللي كتلقاه خوك وخالك، اي واحد اعتبره بحال الملك. شكرا.